اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اتمنى تكونوا في احسن حال واروق بال. النهارده جايبه لكم، احنا قلنا في الفيديو اللي فات قلنا هنرجع لموضوع اللية تاني، لينا معاها رجعة تانية. اللية النهارده تاني مرة فوائدها مبتخلص، ولسه في حاجات ليها برضو تاني ورخيصة وسهلة ومضمونة. دي برضو لية الخروف اللي احنا عملنا منها قبل كده كريم جميل للبشرة. دي لية الخروف، حطيناها على النار هادية جدا، يعني يا دوب النار تبقى شعلة كده قربت تطفي او تحتها شياطة رز ساحب بالطريقة دي. هناخد من لية الخروف دي مقدار مثلا نقول معلقتين من دي، وانت ومزاجك كتري زي ما انت عايزه كده، معلقتين من السائل بتاع لية الخروف، معلقتين. بعد كده هناخد معانا جل الصبار، ده جل الصبار ألوفيرا، هناخد منه برضو مقدار معلقتين زي التانية، بس دي فرق طبعا بتبقى عليها لفوق عشان متجمد، لكن التاني سائل. معلقتين. بعد كده هنعمل ايه تاني؟ احنا هناخد معانا كمان برضو مشترك معانا زيت الرمان، مشترك معانا في وصفات تجميليه كتير جدا للبشره وللشعر. احنا النهارده هنعمل زيت شعر صحي جدا جدا جدا، والحاجات دي عمرها ما اتعملت على اليوتيوب نهائي، ولا حد عملها ولا حتى ناس الاهالي اللي بينها وبين بعضها بتعملها. خدت معلقه من زيت الرمان، وانا والخامه لو قصت تاني هحط اهو، واقلبهم كده مع بعض اهو كده. يبقى احنا هنقلب معلقتين اولوفيرا، معلقتين السائل اللي هو بتاع لية الخروف، معلقه زيت الرمان. بصوا ده اهو، هتقلبوا كتير بقى كده، هتلاقوه بقى ايه، ملمسه ناعم وسائل مش جامد زي الكريم اللي عملناه قبل كده اهو. شايفين ده اهو، ده ممكن لو تحطيه على ايدك، يعني ده بين الكريم وبين الزيت السائل قوي اهو. لو عايزه بقى كمان تحطي عليه، هقول لك على حاجه تانية، زيت الروزماري، عشان تزودي شعرك جمال وقوه. يعني احنا دلوقتي حطينا من لية الخروف السائل بتاعها ده، حطينا معلقتين نفس عيار واحد، وحطينا من نفس المعلقه برضو معلقتين جل صبار اولوفيرا، وبعد كده حطينا معلقه زيت الرمان معلقه. بعد كده هحط لكم كمان عليها دلوقتي مع دول اهي كده حلوه، زيت بين الكريم وبين الزيت، بس انا عشان تبقى مظبوطه معاكم اكتر كمان انا هجيب لكم كمان زيت الروزماري. ثواني يا حبايبي، معلش معذره، انا نسيت اجيب معايا وانا جايه اهو. ده زيت الروزماري، زيت الروزماري هاخد منه كمان معلقه. يبقى احنا خدنا هنا برضو معلقه كمان من زيت الروزماري اهو. يبقى في عندنا حاجات اتكررت معلقتين وفي معلقه، يعني الروزماري والرمان، زيت الروزماري وزيت الرمان اتكرروا معلقه من كل واحد معلقه، لكن جيلي اولوفيرا اتكرر حطينا معلقتين، السائل بتاع لية الخروف معلقتين،
ده بقى للشعر، ده جميل جدا، ده بينبت الشعر وينعمه ويخليه زي الحرير، وبيطوله ويقوي بوصيلات، وبيمنع القشرة من الشعر، بيعالج فروة الشعر. يعني ده تحطي منه شوية كده، عايزة تضيفي زيت تاني، عايزة تضيفي زيت خروع ضيفي، يعني انت بمزاجك كده، ممكن تضيفي اي زيت انت عايزاه عليه. تاخدي شوية من دول تحطيهم في ايدك وتدعكيهم كده، هيسخنوا، تروحي مدلكة على شعرك. وممكن تاخدي كده بصوابعك وبين على الفروة نفسها وتقعدي تدلكي. ده بقى جربيه اسبوعين 3 شهر وشوفي شعرك نظامه ايه. هتلاقي شعرك فرق في اللمعة وفي الطول وفي القوة، والفروة نفسها بقت صحية جدا، لا قشور ولا التهابات، يعني صحي من كل الفوائد، من كل اتجاهاته مفيد جدا، وريحته حلوة. زيت الرمان هنا عامل لنا ريحة حلوة، وزيت الرمان برضو فوائد قد ايه مفيدة للبشرة وللشعر ولكل حاجة، وبيتاكل. كل الحاجات دي بتتحط في الأطعمة، يعني حاجات كتير قوي اللي بنعملها بتدخل في المنتجات الغذائية. جربوا زيت الرمان ده كمان، زيت الشعر قصدي، جربوه وقولوا لي رأيكم فيه. يا ريت حد يقول لي رأيه، يجرب كده ويقول لي رأيه ايه. انا متأكدة من الحاجات دي وعملتها، وقبل ما بعملها لكم انتوا بعملها ليا انا ولولادي، وبستعملها وبقى عارفة نتيجتها 100%، وما حصلتش على اليوتيوب. اتحدى اي حد يقول لي الوصف ليا دي، حد عامل منها اي حاجة زي كده. لية الخروف وصفات صحية 100%، يعني ممكن تقولك 1000% صحية مضمونة، مفيش أي لا غبار عليها خالص في أي حاجة، سواء للأكل سواء للشعر سواء للبشرة، مفيش أي فرق. وبعدين غير كده، ده انت اللي هو بتاع الكريم ده اللي احنا عملناه قبل كده الحلقة اللي فاتت، ده لو وانت بتدعكيه على وشك بيطلع الرموش، رموش العين نفسها، اللي قصدي الحواجب بتتقل، اللي هي خفيفة. وفي حاجة وصفة أقولها لكم ما جبتش حاجتها، سائل ده، سائل اللية ده، لو خدتي منه شوية، عندك مسكرة فاضية اغسليها ونضفيها، حطي فيه شوية من ده وشوية من زيت الخروع، او انت اي زيت تحبيه، عارفة ان هو بيفيد الشعر، في زيوت كتير قوي بتفيد الرموش، على رأسهم زيت الخروع، وناس كتير مجربها. خدي زيت شوية من ده وشوية زيت خروع، ممكن زيت روزماري، اي زيت انت عايزاه بيطول الرموش، ما انت مش هيدخل في عينك، انت هتعمليها مسكرة للعين كل يوم بالنهار كده الصبح، المسكرة بالليل كده من ازازة، هيكون فيها الازازة شو خليط دي، وترجيه وحطيها ومشيها على رموشك، وشوفي رموشك بعد شهر هتبقى ازاي. يعني مفيد من جميع اتجاهات، مفيش حاجة فيه ضرر ابدا باذن الله. يلا جربوا يا حبايبي وادعوا لي، وادعموني بقى ايه بحاجاتكم الحلوه دي اللي تنشط وتشجع. لا يكون الحاجات كلها الوصفات بتاعتهم كلهم هتلاقوها في صندوق الوصف. اتمنى يا حبايبي تستفيدوا من كل اللي بعمله، والله انا بقول لكم حاجات انا ما بقى مش اي حد، يعني في ناس كتير بيقولوا اعملي اي فيديوهات من اللي بتحصل وعدد الفيديوهات وخلاص، انا بقول لهم لا، انا عاملاها دي عشان انا الحاجه اللي انا عارفاها افيد بيها حبايبي زي ولادي وزي اخواتي، سواء صبيان ولا بنات. ربنا يحميكم جميعا، يحمي ولادي ويحميكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.